تعالي اسمعي معايا المشكلة دي كده. أنا سيدة أبلغ من العمر 45 سنة، عشت 25 سنة مع أبو ولادي، حياة كلها إهانة وضرب وشتيمة وقلة قيمة وقلة أدب وقلة احترام. شفت خيانته بعيني وسمعتها، ما كنتش برضى أتكلم ولا أفتح بقي علشان أعيش ومحملش لقب مطلقة وأعشش على ولادي وعلى بيتي. استحملت كتير قوي، كان عنيد لدرجة العند الجامد، كان دايما بيستفز فيا طول ما أنا قاعدة بالكلام والطريقة الوحشة والغلط. زهقت وتعبت، بقيت أشتغل شغلانتين علشان مرجعش البيت إلا متأخر علشان مقدرش أشوفه. أنجبت 5 أولاد، أكبرهم 25 سنة وأصغرهم 10 سنين. عشت ليهم، أشتغل علشانهم بس خلاص ما عدتش قادرة إني أعيش مع أبوهم. طلبت الطلاق والحمد لله قد تم. قعدت في أوضة تحت بيت بعيد عن شقتي اللي أنا كنت فيها، بس في نفس البيت اللي فيه ولادي. يطلعوا ينزلوا عليا بعد ما أجي من شغلي، بقى ينزل ليا ويتصنع مشاكل ويعوز فلوس علشان السجاير، وهو طبعا بيشرب حشيش وكان بيشرب خمرة. يشاء القدر إن وأنا في شهور العدة اتعرفت على حد قمة الاحترام والأدب والأخلاق، يبلغ من العمر 30 سنة. بعد محاولات كتير اتفقنا على الجواز، وقد كان اتجوزت وشفت منه الحنية والعطف والاهتمام والطبطبة والمعاملة الحسنة اللي ترضي ربنا. ساعتها حسيت ان ربنا بيطبطب عليا وبيقول لي خدي بعد الصبر ده كله، خدي هديتك. بعدها قلبي وجعني على ولادي وعلى فراقهم، برغم اني سايباهم مع ابوهم. كان في قلبي نار قايدة مش قادرة استحملها، خصوصا ان انا ام حنينة جدا وطيبة جدا على ولادي، بحبهم قوي قوي قوي. باختصار دلوقتي طليقي بيحاول يرجعني، بيحاول قدر الامكان ان هو يرجعني بعد محاولات كتير كان فيها برضو الضرب والإهانة وتشويه السمعة. وفهمت كذا مرة ولادي إن أنا مش عاوزاه في حياتي، وضحت له بكل الطرق، بس هو برضو فيها لغ فيها. علشان أرجع لولادي لازم أرجع له هو كمان. عرضت عليه حلول كتير، قلت له آجي وأروح عليهم وإنت ما تكونش موجود. قلت له سيب لي الأوضة أربيهم فيها، برضو مرضيش. كل همه إن هو يرجع ليا بأي طريقة. مش عارفة أعمل إيه، أرجع له زي الأول وأسيب جوزي اللي ملوش ذنب في أي حاجة ولا عمل أي حاجة حرام أو حتى غلط فيا. دلوقتي طليقي بيتعامل مع العيال عكس الأول، بيتكلم معاهم بأدب وباحترام، كلام ووعود ليا كتير قوي إن هو هيصوني ويخاف عليا. كان سؤالي له دايما السؤال المستمر، ليه ما كنتش كده وأنا معاك؟ ليه لما اتجوزت احلويت في عينك وعايز تعملني كويس وبأدب وباحترام؟ قال لي كنت في غفلة، ما كنتش عارف قيمتك وما كنتش عارف ازاي أصونك. دلوقتي هو عاوزني وعاوز ان انا اتطلق من جوزي حلالي اللي معايا وارجع له وارجع لعيالي. مفيش شك ان عيالي تعبانين ولا كويسين دراسيا ولا نفسيا، انا ملاحظة كده وعارفة كده كويس، بس هما ما بيرتاحوش غير معايا انا، ما بيحبوش غيري. انما هو شاكين ان دي مسألة وقت وهيرجع بعد كده يقلب تاني ويرجع اوسخ من الاول. انا مش عارفة اعمل ايه، انا تعبانة واحترت. رحت للشيوخ وكلمتهم، قالوا لي خليكي مع جوزك واولادك يشوفوكي بره او تروحي وتيجي عليهم، والايام اللي تروحي فيها هناك هو ما يكونش موجود. وطبعا هو رافض حاجة زي كده تماما، ورافض اي حلول هو ما يكونش فيها. من الاخر زي ما قلت فيها لغ فيها. ودايما بيقول لي انا هموت واسيب العيال لمين؟ انا خايف عليكي، انا بحبك، انتي روحي، انتي كل حاجة عندي. انا خايفة قوي اخسر جوزي اللي معايا اللي ربنا اداليا، واخسر عيالي واخسر نفسي بعد طلاقي من جوزي الحالي. مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اتصرف زي ما الشيوخ ادوني حلول ان اقابل عيالي بره وان ده امر واقع خلاص. هو ليه مش همه غير نفسه؟ وليه دلوقتي؟ ليه ما كانش قبل كده؟ هو كان دايما حاطط في دماغي ان هو ملكني واخدني وانا خام خالص، ما كنتش اعرف اي حاجة في اي حاجة.
هو أكبر مني ب17 سنة. حب التملك بتاعه مخليه مش قادر يفكر أو يحط في دماغه إن أنا بقيت لحد تاني وحلاله. أنا قلت له أنا مسامحاك على كل اللي أنت عملته فيا وعلى كل حاجة عملتها فيا، مش عاوزة منك حاجة. هو بيحاول محاولات كتير علشان يرجعني. أنا عارفة إن دي غيرة كبيرة، أنا كنت ملكه وبقيت ملك حد تاني. إذا كنت هرجع فهرجع علشان خاطر أولادي واستحمل وأقول خلاص، وهي عيشة لهي دنيا وأيامي فيها معدودة. الغريبة إن في بعض من ولادي عاتبني وتطاول عليا بالكلام وبالأسلوب الوحش والمستفز، إن أنا إزاي أصبر 25 سنة وجاية دلوقتي أتكلم وجاية أتجوز. إنه خدوا على إني طول عمرهم بضحي واستحمل الضرب والإهانة والشتيمة والكلام والتجريح والنفسية الوحشة، فخلاص انت جاية دلوقتي تقولي لأ. أنا عايزة أعيش، عايزة أعوض اللي كان من عمري، عايزة أعيش باقي حياتي مع حد يكون بيحبني ويطبطب عليا ويحن عليا ويتعامل معايا كويس، معاملة بما يرضي الله، ولا سب ولا شتيمة ولا إهانة ولا ضرب ولا خيانة. أنا منكرش إن الحاجات دي كانت قديمة وسابقة، حاولت أجاريه وأقول له إن أنا مش عاوزاه ولا عاوزة أرجع له، لقيته قلب وشه في ثانية إلا ثانية. أنا ما بقيتش عارفة أعمل إيه، ولا أروح فين، ولا أكلم مين. أرضى بالأمر الواقع وأقابل عيالي برا، ولا أتطلق من جوزي وأرجع لطليقي وأنا وحظي ونصيبي. تعبت أوي، تعبت أوي من الحياة دي، ولا عارفة أرضي حد ولا عارفة أرضي نفسي. الحل متروك ليكم. طيب انت جاوبتي على نفسك أصلا في المشكلة. تعالي ناخد ملخص سريع، تحليل سريع جدا لنوعية شخصية جوزك اللي وصفتيها اللي هو طليقك. أول حاجة، الشخصية دي باين من وصفك إن هي من الشخصيات النرجسية اللي ليها دايرة خاصة بيها، اللي هي الدايرة المؤذية بتاعتها. تمام، انت كنت جواها وكان بيتغذى عليكي وعلى طاقتك وعلى صحتك النفسية بالإهانة والضرب والشتيمة والتقليل والخيانة وكل اللي انت كنت عايشة فيه. لما أدركتي ده وخرجتي بره الدايرة وقدرتي تبعدي عنه، تكسري الحاجز بتاعه وتكسري القيود بتاعته وتخرجي منها، ما بقاش عنده غذاء. النرجسي خلاص حس انه فقد السيطرة عليكي، يعني حس انه بقى مهمش. خلاص خروجك من دايرته انت بتهددي وجوده اصلا. طيب في النقطة دي النرجسي بيصاب بحالة من الهياج، التوازن بتاعه حرفيا بيختل. ففي الوقت ده بيحاول يرجع الشخص اللي كان في الدايرة بتاعته اللي كان بيتغذى عليه بأي طريقة ممكنة. مش إنه هو يعدل من طريقته ويعدل من أسلوبه ويعدل من شخصيته، لا، لأن أصلا النرجسي ما بيكونش شايف إنه غلط ولا إنه مؤذي ولا أصلا إن في حاجة غلط في حياته ولا في شخصيته، وبس بيحاول يعدل النظرة اللي انت شايفاني بيها، يعني يعدل فيكي انت مش فيه هو. تمام. طيب دلوقتي انت خرجتي بره الدايرة وكسرتي الحاجز وقطعتي الوصلة بينك وبينه، فده في حد ذاته سبب في موت النرجسي. ما ينفعش تخرجي بره حياته بالنسبة له هو، ما ينفعش تطلعي بره فلكه أصلا. علشان كده ده السبب في ان انتي بعد كده حلويتي في عينه وعايز يرجعك علشان يرجع يوصل الوصلة بتاعته من جديد ويرجع يتغذى عليكي من جديد، علشان خلاص ما بقاش لاقي حاجة يتغذى عليها. فكرة انك خرجتي من دايرته فدي في حد ذاتها انجاز، انك قدرتي تطلعي بره دايرة النرجسي وتستعيدي نفسك وتشوفي حياتك من جديد، وكمان ربنا كرمك بحد يقدرك ويحبك ويعرف قيمتك وحسيتي ان ربنا عوضك بيه. تمام. رجوعه ليكي ده عشان مصلحته هو، علشان نفسه، علشان شخصيته المريضة. هل علشان ولادك؟ لا. علشان حياتك، علشان يعوضك زي ما بقولك؟ لا، علشان يرجع يتغذى عليكي من جديد. هنا بقى
من منظوري أنا بقول لك رأيي الشخصي بالنسبة للمشكلة بتاعتك، ومن منظوري الخاص الدايرة اللي انت هترجعي تدخليها تاني مش هتحل أي حاجة، بالعكس هتبقى أصعب من الأول. ده لأن انت هتهدي حياة أصلا اتبنت وترجعي تاني لحياة مفيش فيها ولا 1% اتغير. مفيش غير الفكرة اللي هو بيحاول يصححها لك دلوقتي ان هي مش هتكون موجودة، وان هو ما كانش عارف قيمتك، وان هو و ان انت هترجعي له كل ده هيتلغي. لا، فالفكرة دلوقتي مش في جوزك خالص لان ده شيء مفروغ منه. اوعي تفكري انك ترجعي للدايرة دي من جديد. اولادك عشان انت عودتيهم على التضحية بشكل مستمر، وده اكبر غلط. احنا لازم يكون لينا حد، مش لازم الأمهات علشان تحافظ على البيت إن هي تكون ضحية، إن هي تمحي حياتها وتمحي شخصيتها وتمحي كل حاجة ليها علشان خاطر مفكرة إن ده هيحافظ على البيت. هو هيحافظ على البيت من منظورك انت، ولكن هيمسحك انت، هيلغيكي تماما. انت من ضمن البيت، انت ليكي زي اللي في البيت. حافظي على مساحتك الشخصية وحافظي على طاقتك اللي أصلا سبب في وجود البيت. أولادك تشوفيهم برا، أولادك تتكلمي معاهم. أولادك مش صغيرين، انت قلتي فيهم سن كبير يقدر يفهم ويوعى يعني ايه معاملة وحشة، يعني ايه أذى نفسي، يعني ايه حد ما بقاش قادر يتحمل. حد زي ما قلتي أيامه في الدنيا معدودة، مش معنى كده أن يعيشهم بالمأساة والتعب والأذى، لا، يعيشهم في سلام، يعيشهم في راحة. اللي فاضل ما بقاش قد اللي راح. نحاول نعيش ونرتاح في اللي فاضل. فيفهموا حاجة زي كده، يفهموا أن خروجك من الأذى ده مش جريمة في حقهم، خروجك ده نجدة ليكي، تلم اللي باقي ليكي. اللي انت كنت بتعمليه وبتقدمي ليهم خلاص ما بقاش موجود، ما انتيش قادرة تقدمي لان ما بقاش عندك حاجة تقدميها. لازم تفهميهم كده كويس. كلامك مع ولادك هو اللي هيحل المشكلة، لان المشكلة في ولادك مش في جوزك، لانه مستبعد تماما. اركني ده ولكنه موجود. انت من حقك تعيشي، من حقك تستمتعي بحياتك، من حقك تدوري على اللي فاضل من عمرك. فما ترجعيش، دوري على حل تاني. انت قلتي هتشوفيهم بره، هو مش قادر يقبل بالوضع ده والامر الواقع ان انت تشوفيهم بره، يخبط دماغه في الحيطة. انت اللي فارق معاكي دلوقتي اولادك وجوزك اللي انت على ذمته. فولادك تفهميهم كويس، تتكلمي معاهم، ولادك كبار مش صغيرين، وتحافظي على حياتك وتحافظي على جوزك اللي انت معاه، علشان اللي فاضل من عمرك ما بقاش قد اللي راح. وده رأيي أنا، واسمعي رأي الناس في الكومنتات.